أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة أنا سبور واحد في كل مكان، نرحب بكم. وهذه المرة مع أخبار المنتخب الوطني المغربي. أعلن وليد الركراكي عن اللائحة النهائية لمواجهة إفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا في مدينة وجدة. حملت لائحة الأسود لاعبين جدد، وفي مقدمتهم الحارس الذي بصم على بداية جيدة رفقة المغرب الرياضي الفاسي الحارس صلاح الدين شهاب، والحارسين ياسين بونو ومنير الكجوي حارس نهضة بركان. وعرفت التشكيلة على مستوى خط الدفاع استدعاء لأول مرة للمدافع جمال حركاس مدافع الوداد الرياضي الذي بصم على بداية موفقة رفقة الأحمر الودادي خلال بداية هذا الموسم. وأيضا تم استدعاء لأشرف حكيمي ونايف أكرد ومحمد الشيبي وعبد الكبير أبقار وعبد الحميد بودلال وآدم أزناو ونصير مزراوي. أما في خط الوسط لم يعرف أي تغيير في اللاعبين سوى في لاعب واحد، ولأول مرة يتم استدعائه الشاب رضا بالحيان الذي سيحمل قميص الأسود لأول مرة، حيث قدم مستوى جيد رفقة فريقه الإيطالي هيراس فيرونا. وتم استدعاء اللاعبين الآخرين هم إسماعيل سيباري وبلال الخنوس وعزدين أناحي وأيضا أسامة ترغلين. وفي خط الهجوم وجه آخر جديد على مستوى خط الهجوم، وهو اللاعب أسامة الصحراوي لاعب ليل الفرنسي. وفي المقابل تم استدعاء كل من إلياس أخماش وأمين عدلي ويوسف النصيري وسفيان رحيمي وأيوب الكعبي وإلياس بن صغير نجم موناكو وعبد الصمد الزلزولي، فيما غاب كل من حكيم زياش وإبراهيم دياز بداعي الإصابة. ما رأيكم في اللائحة المستدعاة لهذه المباراة أمام إفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا؟ وهل سيقدم اللاعبين الجدد رفقة المنتخب الوطني مستوى جيد؟ شكرا.